اهلا بيكم مكملين مع بعض السلسله بتاعتنا مهم نعرف. النهارده عندنا موضوع مهم جدا عن المرونه. اهميه ان انا اكون انسانه او انسان مرن في حياتي، ده هيفرق ازاي في حياتي وفي جوده حياتي وفي النتائج اللي بشوفها. تعالوا نشوف. طيب، هنتكلم الاول على المرونه في كذا اتجاه، ونشوف ايه الحاجات اللي احنا ممكن نبتدي نطبقها في حياتنا علشان فعلا نصبح اكثر مرونه. طيب، اول اتجاه عايزين نتكلم فيه قصه سمعتها حلوه قوي من الدكتور ابراهيم الفقي ربنا يرحمه. كان بيقول ان واحد صياد قاعد بيصطاد، وفي واحد اجنبي عمال بيتفرج عليه. فالاجنبي واخد باله انه الصياد ده كل ما بيصطاد سمكه كبيره بيرميها في البحر تاني، والسمكه الصغيره يقوم حاططها جنبه. فضل قاعد شايفه عمال بيعمل كده، الراجل هيتجنن. فراح له وقال له معلش بقى، انا يعني مضطر اسالك انه انت ليه بترمي السمك الكبير وبتحتفظ بالسمك الصغير؟ فالراجل الصياد قال له والله انا زيك، انا بتقطع زيك كده وانا برمي السمك الكبير. طب امال انت بترميه ليه؟ اصلا انا عندي في البيت الطاسه بتاعتي صغيره، فانا بحتفظ بالسمك الصغير عشان اطبخه فيها، والسمك الكبير برميه. لو سألت حضراتكم ايه الاحساس اللي عندكم دلوقتي؟ ايه اول فكرة جات لعقلكم لما سمعتوا القصة دي؟ مين تعاطف مع الراجل؟ مين صعب عليه يا عيني غلبان؟ مين بص وقال ايه الذكاء ده؟ طب ما ياخد السمكة الكبيرة ويقطعها كذا جزء ويحطها في الطاسة. مين فيكم قال الله طب ما ياخد السمك الكبير ده ويروح يبيعه وبتمنه يشتري طاسة كبيرة؟ مين فكر كده ومين فكر كده؟ ده اول اتجاه النهاردة في المرونة اللي احنا عايزين نتكلم عليها. في عقليات 1+1=2، وهي الحياة كده وبلاك اند وايت، ابيض يسود، معطيات نتائج كذا كذا. ما عنديش مرونة اني ابص اشوف تفاصيل تانية، اني اكون نوع تاني من التفكير، اني احاول اخرج بره الصندوق، اني احاول ادور على حلول، اني احاول افكر في بدايل. مخي قافش في حاجة واحدة، ما عنديش المرونة دي. يبقى اول اتجاه عايزين نتكلم فيه حتة المرونة، ان عقلي يفكر بطرق مختلفة، يبتدي يبص للامور، يتشقلب، ما بقاش كده ماشي هو كده خلاص. انا طاستي صغيره يبقى هجيب سمكه صغيره يبقى خلصت على كده. لا، ده هيأثر على جوده حياتنا. طيب، ايه مرونه تانية او حاجات تانية محتاجين نبتدي نستوعب مهاره عند عقلنا كده؟ لازم يبقى عندي مرونه اني اتقبل اخد الحاجه اللي انا عايزاها بس مش بالطريقه اللي انا عايزاها. يعني ايه؟ انتي مثلا كنتي جدعه مع صاحبتك فوقفتي معاها كده وقفه كده، يعني ناس جدعه كده، رجاله جدعه. لكن لما انت جيتي عطلتي او احتجتيها في موقف، ربنا يعني لجأت لها ما لقيتيهاش معاكي، بس ربنا وقف لك حد وابن حلال كده هو اللي ساعدك في الموقف ده. فانت هنا بدل ما يبقى عندك مشاعر امتنان انه يا ما انت كريم يا رب وقفت لي ولاد الحلال وكانت متسهله وكانت، بقى عندك مشاعر خذلان. انا احتجتها وما لقيتهاش، انا اتصدمت فيها، ده انا عملت لها وعملت لها وعملت لها وهي ما عملتليش. فانت عقلك كان قافش ياخد اللي انا عايزاه من الشخص او من الطريق اللي انا متوقعاه واللي انا عايزاه. ما عنديش مرونة اتقبل ان احيانا الحياة هتديكي اللي انت عايزاه واللي انت محتاجاه دلوقتي، بس مش شرط بالطريقة اللي انت عايزاها. مش انت كان ليكي ان انت تلاقي حد يقف جنبك؟ مش انت اللي كنتي محتاجاه مساعدة؟ انا بعتلك اللي يساعدك. انت اللي مش عارفة تمتني وتحمدي، انت اللي عايزة تعيشي في الخذلان. يبقى لازم ابقى عندي مرونة، وعشان كده ربنا علمنا انه يرزقه من حيث لا يحتسب. لازم عقلك يبقى فاهم انت بتسعى والرزق هيجيلي من هنا، وعادي جدا الحياة ممكن تفاجئك انه جالك من حتة انت لا تتوقعها. ليه؟ عشان يبقى عندك المرونة، عشان ما تبقاش ماشي معطيات اذا النتيجة يبقى انا شغلي ماشي كده، يبقى انا مش هيبقى ليا رزق، يبقى انا هفضل طول عمري فقيرة، هفضل طول عمري معيش فلوس. انت مش عارفة وانت مش عارف الرزق ممكن يجيلك منين. اذا لازم ابقى عندي مرونة اتقبل ان اللي انا عايزاه ممكن يجي من طريق تاني. فدايما عقلي بقى عمال بيتحرك،
مش قافش بس في الحته اللي انا منتظره منها الحاجه، لازم ابتدي اخليك تتحرك، تشوف كده، تسكان، تعمل زوم ان وزوم اوت، لانك ممكن تكتشف انك خدتها ولكن من طريق تاني. طيب عايزه يبقى عندي مرونه اني اقدم تنازلات. اي نعم عزيزتي وعزيزي، لازم هنقدم تنازلات. الحياه مش كل حاجه انت عايزاها هتاخديها، في تنازلات هتقدميها، ولكن لازم اعرف ايه تعريفي للتنازلات اللي انا بقولها. لما يجي جوزك يقولك مثلا احنا هنقعد شهرين ما نخرجش، نمسك نفسنا، مش هنشتري اشياء، هنوفر، هنعمل زنقه زنقه، منع منع منع، بس ليه؟ علشان عايزه اسفركم بقى سفريه تحفه. فانا هنا بتنازل عن راحه معينه، عن رفاهيه معينه، عن احتياجات معينه، بس عشان اخد سفريه حلوه اتبسط فيها. فانا دفعت تمن، فانا اتنازلت في حاجه عشان اخد حاجه. ده جزء لازم عضله اطلعها في حياتي. في ناس يقولك انا عايزه انجح، عايزه اكسر الدنيا، عندي اهداف كتيره. برافو عليكي، ممكن بقى نصحى بدري ساعتين قبل الاولاد ما يروحوا المدرسه، او تنامي ساعتين متاخر بعدهم. لا انا الحقيقه عايزه انام، ما بقدرش، نرمين اصل النوم. يعني انت مش قادره تتنازلي اني اقعد اسبوع، شهر، كورس، مده، اجي على ساعات نومي بس عشان اكسب واخد معلومات، اخد تطور، اخد شهاده، اخد حاجه هتزود لي دخلي في شغلي. انت مش عايزه اقدم تنازلات، عايزه افضل بنام، عايزه افضل بخرج، عايزه افضل معايا فلوس، مش عايزه استحمل قسط وزنقه، بس جبت اسد، بس عملت لنفسي امان بكره مادي. مش عايزه، انا عايزه كل حاجه، مش عايزه ادفع ثمن. الناس اللي مش عايزه تدفع ثمن، اللي مش عايزه تنازل عن حته حاجه على نفسي فيها عشان اخد حاجه انا عايزاها، جوده حياتكم عمرها ما هتكون حلوه. واول واكبر مثال بتبقوا اول حاجه ستاك فيها الناس اللي بتبقى عطلانه. فاكرين لما قلنا في الحلقه اللي فاتت في الصراع الداخلي اللي هو 2 اختيار انا مش عايزاهم، لما قلنا ببقى مش عايزه ادفع الثمن. فانا مش متعوده اني لازم اني لما هاخد حاجات معينه في الحياه في ثمن هدفعه، ما عنديش المرونه دي. فانا عايزه من الحلو من هنا والحلو من هنا ومش عايزه ادفع ثمن، هتفضلي ستك. لازم يبقى عندي المرونه دي. ودي برضو ديننا علمها لنا وربنا علمها لنا ازاي، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الايه دي عبقريه جدا. الحاجه اللي بنحبها يا جماعه لازم اطلع منها. ليه؟ هتعلم ايه لما اعمل كده؟ هتتعلمي فك تعلق، هتتعلمي انك تبقي مرنه وتتقبلي ان دي حاجه بحبها بتفرحني، بس انا سبتها عشان اخد حاجه احلى، اخد بر، اخد ان بدل ما انا اللي فرحانه اني لابسه الفستان ده، انا شفت فرحه من نوع مختلف، واحده بتدعي لي ربنا يكرمك، ربنا يفرحك، ربنا، فايه ده؟ انا فرحت بس فرحه من نوع تاني غير فرحتي لما انا اللي لبست الحاجه اللي بحبها. دي يا جماعه عضلات ومهارات لازم اعملها، لازم اطلعها جوايا، عشان لو جيت في محطه اضطريت حاجه بحبها اتنازل عنها بس انا كسبت، اعرف اخد القرار، اعرف ابقى قويه، ما اقعدش حيرانه ومستك كده مش قادره، لان انت ما طلعتيش العضله بتاعت المرونه دي. طيب مرونه في ايه كمان؟ مرونه ان في التوقعات اللي بنعملها للناس يا جماعه. او ربنا هنا بقى لا انا واقفه. لما كنت بقعد اسمع ناس متخصصين تتكلم عن انزلي بسقف توقعاتك، انزلي بسقف توقعاتك، بلاش يبقى عندك توقعات من الناس لان ده هيأذيكي وهيعمل لك خذلان فانا كنت اللي هو ايوه انا اقسم بالله مقتنعه والله العظيم هنزل بسقف توقعاتي، بس ازاي؟ محدش بيقولك ازاي، هو يقولك انزل بس محدش يقولك ازاي. طيب انزلي ايوه عارفين كده الفيلم بتاع هنيدي اللي هو الصعيدي في الجامعه الامريكيه اللي هو قول لي حاجه واحده من اللي ربنا كتبها علينا. انا كان ببقى عندي الاحساس ده بالظبط، قول لي حاجه واحده من اللي ربنا كتبها علينا، اقسم بالله هنزل بتوقعات، بس اعمل ايه بقى؟ ايوه اعملها ازاي؟ والحقيقه ما كنتش بلاقي اجابه، لحد ما قعدت مع نفسي بقى في يوم قلت لا انا لازم بقى الاقي اجابه، انا هفكر وانا لازم الاقي مع نفسي استراتيجي اقدر ان انا اوصل بيها لعقلي يعني ايه انزل بسقف توقعاتي. فالحمد لله الحمد لله يا رب، ربنا الهمني كده بشويه افكار قدرت استوعب منها الفكره. انا واحده من الناس يا جماعه للاسف يعني اللي يتعرف عليا او يعرفني عندي نقطه ضعف في حته. انا لما بشوف حقن بدخل مستشفيات العالم ده كله كده بتفاصيله،
انا بتلاقيني بقى الناس اللي هي مغمى عليها بقى واقعه وحاجات كده غريبه. فبالتالي ام نادله جدا، زوجه نادله جدا، ابنه نادله جدا في اي موقف فيه طوارئ او فيه مشكله او فيه حاجه صحيه. اذا الناس اللي بتحب نرمين وعارفيني واهلي وجوزي وصحابي عارفين ان نرمين في الحته دي احنا مش متوقعين منها حاجه. يعني احنا مش متوقعين لو في مشكله، في حد بيعمل عمليه، في حد مريض، نرمين هتشمر ونرمين واقفه معانا خالص، نرمين مغمى عليها بره، يا نرمين طالعه تجري تستخبى، يا نرمين قاعده مغمضه، يعني نرمين مش هتقف. يعني انا امي لما كانت اخر يعني تعبانه عملت عمليه، انا في اوقات مش قادره اسندها، مش قادره اقف جنبها. يعني انا، وده ابشع احساس على فكره، ان انت تكون حاجه عايزها بس انت مش عارف تعملها. فان انا مش قادره اقف اسند امي ده شيء، بس امي فاهمه انه نرمين في الحته دي هي مش عارفه. فهي هنا فهمت ان نرمين عندها ضعف، فظبطت التوقع من نرمين ان هنا مش قصه نرمين وحشه، نرمين عندها ضعف ما بتعرفش تعمل كده. بس ممكن نرمين تبقى في حته تانية جدعه، لو طلبت منها مشوار هتنزل جري تعمله، لو طلبت منها حاجه معينه هتنزل هوب هتعملها. فبدات يفهم لي الصوره انه مش كل الناس لازم اشوفها ابيض يا اسود، يا حلوه يا مش حلوه، يا جدعه يا مش جدعه، يا صاحبتي يا مش صاحبتي. عقليه البلاك اند وايت لازم يبقى عندي مرونه. مش كل اللي انت بتعرفي تعمليه اللي حواليك يعرفوا يعملوه. فلما واحده بتيجي تتريق عليا انشفي اجمدي لازم ما تقوي الحياه، صدقيني ده ابشع احساس اني اشوف حد بحبه متالم وانا مش عارفه اكون جنبه. اكيد مش بتدلع، حاجه مش قادره اتخطاها، مش قادره، حاليا بشتغل على نفسي مش عارفه اعديها. فاوعي تفتكري انه اللي قدامك ده هو مثلا الموضوع سهل بالنسبه له بس هو مش عارف يعمله. مش شرط اللي انت تعرفي تعمليه غيرك يعرف يعمله. فبدات هنا استوعب شويه، يبقى انا هشوف الناس بنظارات مختلفه، هبتدي افصص الناس مش على المطلق بلاك اند وايت، يا صاحبتي يا مش صاحبتي، يا انت عدو يا انت حبيب. ممكن يكون شخص بيعرف يقدم لك حب، يحبك بلغه معينه بس ما بيعرفش يعمل اللغه دي. ممكن اكون عندي حاجات معينه، قدرات اقدر ابقى معاكي فيها، وحاجات تانية انا ما اقدرش ابقى معاكي فيها. يبقى لو اتعلمنا المرونه دي وان احنا نشوف الناس كده، في تشبيه كده كنت بديه دايما ما بين الكلب والسمكه. انا لو داخله بيتي وعندي كلب هيجي يجري عليا ويحضني ويتنطط ونقعد نلعب مع بعض. لكن لو انا عندي سمكه ودخلت بقى تلعب يلا تعالي هوبا، السمكه مش هتبص لي اصلا، ويلا وروح واجي، مش يعني هي هتشوف لو شافتني هتشوفني كائن مجنون. ليه؟ لانها سمكه. انا اللي منتظره منها تطلع من الميه وتجري عليا وتيجي في حضني وتلعب معايا بالكوره. انا اللي عندي مشكله مش السمكه. انا اللي ما ظبطتش توقعي ان السمكه مش هتعرف تعمل كده. السمكه ممكن تخلي عيني تتبسط، الله الوانها تجنن، الله بصي سبحان الله ماشيه كده، الله والمنظر. هي ممكن تديني مشاعر في اتجاه معين بس مش هتعرف تديني مشاعر الارتباط والكونكشن والحضن والحميميه. هي مش هتعرف تعملي كده. مشكله مش عندها، مشكله عندي لو انا اللي توقعت منها تديني ده. فلما قعدت ادي نفسي الامثله دي قدرت استوعب يعني ايه ابص للناس وابتدي احط كل واحد في الحته بتاعته واظبط انا متوقعه منه ايه. طيب اخر نقطه عايزين نبقى مرنين فيها، انه ما لا يدرك كله لا يترك كله. حته كده الناس البرفكشنست، الناس اللي بيحبوا كده المثاليه وكل حاجه تبقى مظبوطه وتحفه. النهارده انتوا لو ملاحظين اول مره اعمل فيديو وانا قاعده في القعده دي عشان اوريكم انه انا واحده من الناس اللي بشتغل على نفسي وبدرب نفسي في الحته دي. انا اول ما بدات، الناس اللي متابعاني من كذا سنه هتلاحظوا ان انا فيديوهاتي بدائيه جدا، يعني اقل ما يقال عليها انها بدائيه. منين بقى؟ ما بعطل بقى في عربيه، طالعه لايف من نفس المكان، قاعده في الكرسي الحلو اللي انتوا بتشوفوني من عليه، والله عندي مايك، جايبه مايك سماعات اللي موجود بطلع بيه، يعني وقت بقى قاعده عامله زوم ان تحسي وشي من الكاميرا عامل وقت بعيد. ليه؟ انا كنت زمان بركز بروفيشنال بيرفكت لازم يبقى، لقيت ان ده هيعطلني. لو انا مشيت بده انا هتعطل. هي القيمه فين؟ هل انا مصوره؟ هل انا مخرجه فشغلي القيمه اني لازم اظهر ده، ولا انا قيمتي في القيمه اللي بقدمها هو المعنى؟ الباقي ده تفاصيل. فاجبرت نفسي وعلمت نفسي تقبلي ان الفيديو مش بيرفكت، تقبلي ان هو مش احلى حاجه زي الناس بقى اللي تقعد تعمل اديتنج وتقعد بقى تعمل تصوير وتروح تاجر لوكيشن. لو انا عندي الوقت والرفاهيه ان انا اعمل كده، اقسم بالله اوعدكم في يوم من الايام هعمل لكم فيديو يا جماعه خطير.
بس لو لقيت ما لقيتش الوقت وبقى عندي اولويات تانية اني اوظف فيها الوقت ده، اني اتعلم، اني اشتغل، اني اكون ام، اني اكون زوجه، لا الاولويه هنا. يبقى انا هطلع ايا مكان، ولو انا ما كنتش مشيت بالمرونه بتاعت ما لا يدرك كله لا يترك كله، ما كانش زماني الحمد لله وصلت للي انا وصلت له، وان شاء الله اوصل اللي انا عايزه اوصل له. كان زماني اتعطلت كتير، كان زمان عدد فيديوهاتي اللي انا نزلتها اقل بكتير من عدد الفيديوهات اللي انا بنزلها، لانه انا عماله زنقه نفسي لازم يبقى تحفه، ولا لا مش لازم. ابقي مرنه، عرفتي تعملي التحفه ده يا ستي برافو عليكي اعمليه، ما عرفتيش ما لا يدرك كله لا يترك كله اعمليه بالوضع الحالي اللي تقدري عليه. طيب ازاي ممكن اكتسب بقى يا نرمين شويه كده حاجات تمرينات نعملها عشان نزود من المرونه بتاعتنا؟ زي اخر حاجه قلناها، لازم اتعلم مع الناس، افصص واشوف تفاصيل هما بيعرفوا يعملوا ايه وما بيعرفوش يعملوا ايه، ايه الحلو اللي عندهم وايه الضعف، عشان ابتدي اظبط استمتع بالحلو، والنقط اللي هما مش عارفين اظبط توقعاتي عليها. لازم يا جماعه اعمل تجارب جديده، ادخل نفسي في تجارب جديده. بلاش نعيش خايفين، خايفه اجرب، خايفه اخد الخطوه، خايفه اخد القرار. لازم يبقى عندي عقلي افتحه واديك شجاعه، يلا اعمل تجارب جديده، يلا جرب دي وجرب دي وجرب دي. مش لازم اللي اجربه استمر فيه فازعل من نفسي انا بجرب وما بستمرش. مش طالبين منك استمراريه على قد ما انا طالبه اني اجرب. اخرجي من منطقه الراحه، اعملي حاجات عمرك ما كنت تقدري تعمليها. اقول واحده مثلا روحي اقعدي لوني في مكان، خدي معاكي الوان وتلوين واقعدي لوني. تقولي تلوين ايه نرمين ده، هقعد الون قدام الناس؟ ايوه، اخرجي من منطقه الراحه، جربي، شوفي، جربي، روحي جيم، روحي كلاس رقص، جربي سافري مع ناس اول مره اسافر معاهم، جربي روح مكان جديد، جربي، اخرجي من منطقه الراحه بتاعتك. عقلك هيبتدي شكل المسارات بتاعت عقلك تتغير، هيبقى مرن، عنده مرونة انه يتغير، عنده مرونة انه هو يسمع ويستقبل، عنده مرونة انه هو يشوف الامور بتفاصيل مختلفة. لازم. لكن لو عقلي دايما في بيئة واحدة، في منطقة راحة، في اللي نعرفه احسن ما نعرفوش، هتلاقي عقلك بقى ريجيد قوي، بقى ناشف، فمش عارفة اتغير، فمش عارفة اشوف اللي احنا قلنا عليه المرونة، هتلاقي جودة حياتك ضعيفة جدا. فاعملي تجارب جديده، اخرجي من منطقه الراحه، اقري 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 من هنا للصبح، اتعلمي، دخلي معلومات جديده. طيب ممكن اعمل ايه تاني علشان اكتسب من المرونه؟ مهم تاني زي ما قلنا الاكسرسايز، اني اشوف الحاجات اللي بحبها واطلع منها، من اكله، من لبس، من حاجات عندي، ابتدي اطلع علشان ان انا امرن مشاعري تتقبل اني بسيب، بتنازل. في حاجة تانية مهمة برضو ابتدي اعمل لها تمرين، حتة ان انا ابقى فاهمة اني ممكن اوصل للطريق ده، للنقطة دي، بس من كذا طريق. فلو انت متعودة مثلا بتروحي مكان معين وانت بتاخدي ده اسهل طريق، ده اقصر طريق، روحي يوم يبقى معاكي شوية وقت، روحي من الطريق الاصعب او الطريق الاغلس او الطريق الاطول. خلي عقلك يبقى عنده مرونة. الله افرح الطريق شورت كات وعادي جدا، انا لو رحت من الطريق الزحمه او الطريق الطويل انا هعرف ابسط نفسي، هقول فرصه اسمع الكتاب ده الاوديو بوك، فرصه اعمل تليفونات، فرصه اجيب قهوه واقعد اسمع مزيكا ونتسلى بقى في الطريق لحد ما نوصل. فانا بدربك كده ينفع وكده ينفع، كده هنتبسط وهنلاقي فرصه، وفرنا وقت، وكده هنلاقي فرصه ان احنا نتبسط. بشقلبك معايا. عايزه مثلا في ابسط الحاجات اللي في اليوم، عندك فرح، عايزه اجيب فستان سواريه وابقى شيك جدا وعايزه اروح بقى قلب الدنيا في الفرح، قلبت الدنيا مش لاقيه فستان سواريه، مش لاقيه لا مقاسك ولا حاجه حجاب ولا حاجه مناسبه ولا ايا كان، اعطل وقف زي الراجل بتاع السمكه. طيب انا كنت عايزه ابقى شيك، ايه طرق تانية ممكن ابقى شيك من غير ما ابقى لابسه فستان سواريه؟ طب ما انا ممكن انزل اجيب حاجه بيزك جدا اسود، بس اجيب اكسسوارز حلوه واشارب سواريه جامد جدا. طيب ما انا ممكن انزل اجيب حاجه بيزك قوي، بس انزل اجيب قماشه حلوه شال، انا ماليش في التفصيل، هعملها شال كده عليا وخلاص شكرا، بقيت داخله واشارب ساده وحاجه ساده، بس الشال هو اللي عامل وبقى شكله شيك. دربي عقلك تروحي من كذا طريق، تلاقي كذا حل، كذا بدايل، مره في مره في مره. لما هاجي بقى في حاجات كبيره هتلاقي ان عقلك بدأ يفكر بالطريقه دي، بدأ يبقى مرن. لما طريق يقفل مش هقعد وابرك واكتئب، انا ممكن الاقي طريق تاني، انا ممكن استحمل طريق تالت، انا ممكن استحمل وابقى قاعده في طريق رابع. عقلك هيبقى عنده المرونه دي.
ابتدوا دربوا عقلكم على الكام تمرين كده اللي احنا قلناهم، وابتدوا حطوا كده المبادئ دي كده في دماغنا، عشان بجد كل ما احنا هنبقى مرنين كده مع الحياة اكتر، كل ما حياتنا هتكون احلى وهنتأقلم اكتر، والضغوطات هتقل، لان انا عندي مرونة كده، بقيت كده سفنجة كده، سبونج كده، مش سوفت، مش حاجة هارد كده وريجيد. وكل ما انا هبقى يا ابيض يا اسود، هو كده لازم كده، كل ما انا هتكسر اسرع واسهل. اشكركم جدا. نصيحة برضو ليكم، احنا ان شاء الله رمضان قرب. رمضان اللي فات عملنا سلسلة حلوة قوي في رمضان، اللي حابب يراجع فيها كده ويبتدي يسمعها يتحضر كده لدخلتنا رمضان. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو تاني. شكرا جدا.